Hello everyone, how are you doing? I hope everything is good with you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي أبطال تانية ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في أحسن حال. معاكم مستر شريف انجلش تيتشر، والنهارده إن شاء الله هناخد الجرامر الخاص بيونت 2 بالكامل في فيديو واحد، وإن شاء الله يكون سهل وبسيط. طيب ورقة وقلم وركز معايا، ويلا نصلي على رسول الله وعلى بركة الله نبدأ. طبعا يا شباب انا عارف اتاخرت عليكم في الفيديو ده، بس معلش ان شاء الله الفتره الجايه هننزل فيديوهات بصوره منتظمه. خلينا نبدا كده ونشوف جرامر يونت 2 بيتكلم عن ايه. ببساطه كده بيتكلم عن الصفات والcomparative and superlative، يعني صفات ومقارنه وتفضيل. يعني ايه مقارنه وتفضيل؟ هنعرف كل حاجه دلوقتي. طيب اول حاجه خلينا نعرف يعني ايه صفه او ايه هي الادجكتيف. الصفة دي حاجة أو كلمة بستخدمها عشان أوصف شيء أو شخص، بس كلمة بستخدمها عشان أوصف حاجة تانية. ممكن تكون الحاجة التانية دي حاجة أو شخص. تمام؟ يعني مثلا بالعربي كده لما أجي أقول لك ولد طويل أو بنت جميلة. تمام؟ أنا قلت ولد طويل، وصفت الولد إن هو طويل، أو بنت جميلة وصفتها إن هي إيه؟ جميلة. طيب حلو جدا. خلي بالك في العربي إحنا قلنا إيه؟ قلنا ولد وطويل، يعني ذكرنا الاسم الأول اللي هنوصفه أو الشخص اللي هنوصفه، بعد كده الصفة. ولكن في الإنجليزي بنعكس. يعني ايه بنعكس؟ يعني بقول الصفة الأول وبعد كده الحاجة اللي هوصفها، الصفة الأول وبعد كده الشيء اللي هوصفه. طيب ولكن ده غالبا، ولكن مش في كل الأحوال. طيب زي ايه؟ زي ما احنا قلنا من شوية، مثلا ولد أو رجل طويل، هقولها ازاي؟ هقول a tall man. a tall man، حطيت tall صفة طويل الأول بعد كده man. طيب a beautiful girl يعني بنت جميلة. short boy ولد قصير، حطيت short بعد كده boy، يعني الصفة الأول بعد كده الموصوف. طيب وزي ما قلت لك ان ده بيكون في اغلب الاحوال ولكن مش في كل الاحوال. يبقى كده احنا عرفنا اول حاجه ان الصفه بتيجي قبل الموصوف. طيب حلو جدا. طيب في صفات ما بتجيش قبل الموصوف خالص، في صفات بتيجي بعد الموصوف. طيب زي ايه الصفات دي؟ زي ما اقول لك مثلا afraid خائف، awake مستيقظ، asleep نائم، alone وحيد، alive يعني على قيد الحياه، alight يعني منور او ايه مضاء. طيب كويس جدا. طيب مثلا ناخد مثال عشان نوضح اكتر. اما اجي اقول لك مثلا I saw a cute baby. I saw a cute baby. شفت طفل cute. The baby was asleep. The baby was asleep يعني الطفل كان نائم. استخدمت هنا صفة asleep وجت بعد a baby أو the baby. برضو في حاجات تانية، في حاجة اسمها عندنا الأفعال التقريرية. إيه هي الأفعال التقريرية دي؟ أفعال زي be، look، seem، sounds، appear، taste وتستخدم مع الأكل أو التذوق، smell تستخدم مع الرائحة، feel تستخدم مع الملمس. تمام؟ كل الأفعال دي بتيجي بعديها الصفة. طيب إزاي؟ لما أجي أقول لك مثلا this shirt feels soft. This shirt feels soft. التيشيرت ده ملمسه ناعم. أنا استخدمت هنا feels فعل من الأفعال التقريرية، بعد كده soft اللي هي صفة ناعم، فحطيت feels اللي هي فعل من الأفعال التقريرية وبعد كده soft ناعم. تمام؟ لما اجي اقول لك مثلا the food smells delicious. The food smells delicious استخدمت هنا smell اللي هي بنستخدمها مع الروايح مثلا. تمام؟ يعني انا قلت ايه؟ رائحة الاكل شهية. تمام؟ استخدمت الفعل smell وبعد كده delicious الصفة اللي هي لذيذ. تمام؟ طيب كويس جدا. في ايه تاني معانا؟ برضو معانا بعض الكلمات اللي الصفات بتيجي بعديها مش قبليها. زي ايه؟ زي ما اقول لك مثلا somebody لو شخص ما، someone، somewhere، something، anybody، anyone، anywhere، nowhere، everybody، everyone، everything. كل دي كلمات بتيجي بعدها الصفة مش قبلها. طيب مثلا زي ما اجي اقول لك ايه؟ someone important came to the party. someone important came to the party. انا استخدمت هنا someone وبعديها important. الصفة important او هام او مهم جت بعد someone. يعني قلت لك someone important came to the party، شخص مهم جه للحفلة. تمام؟ استخدمت هنا الاول الكلمات اللي قلنا عليها someone وبعديها important، فعرفنا هنا ان الكلمات دي بيجي بعديها الصفة. طيب كويس جدا. يبقى احنا كده فهمنا ايه هي الصفة وبنستخدمها ازاي وموقعها ايه من الجملة. ده كده يعتبر تمهيد وبنعرف وبنفهم بعض يعني ايه الصفة. خلينا بقى نخش على صفات المقارنة والتفضيل واحدة واحدة كده نفهم. احنا طبعا درسنا ده قبل كده ولكن النهاردة هندرسه على توسع شوية بكل التريكات وكل التكات المهمة. طيب اول حاجة صفات المقارنة اللي هي الكومباريتيف. يعني ايه كومباريتيف؟ يعني لما تيجي تقارن شخصين او شيئين ببعض. طيب ازاي بقى الكلام ده؟ يعني انا مثلا لما اجي اقول لك بالعربي كده احمد اطول من عمر، احمد اطول من عمر، عملت مقارنه هنا بين احمد وعمر. طيب بعملها ازاي ده بقى بالانجليزي؟ طيب خلينا في البدايه نتفق ان احنا عندنا نوعين من الصفات، صفات قصيره وصفات طويله.
طيب ايه هي الصفات القصيره وايه هي الصفات الطويله؟ اولا الصفات القصيره هي الصفات اللي ايه ذات مقطع واحد، one syllable. يعني ايه one syllable؟ يعني مقطع واحد. زي ايه؟ زي ما اقول لك مثلا tall, short, big, hot, nice. كل دي صفات مقطع واحد. تمام، يبقى مقطع واحد دي صفات قصيره. طب لما نيجي نستخدمها بقى في المقارنه بنعمل ايه؟ او القاعده عندنا بتقول ايه؟ اول حاجه بنحط الصفه القصيره، بعد كده er، بعد كده then. طيب تاني بحط اول حاجه خالص في البدايه الشخص اللي بقارنه او الحاجه اللي بقارنها، وبعد كده الصفه، وبعد كده er، وبعد كده then، وبعد كده الحاجه التانيه اللي بقارنها معاها. طيب مثال بقى عشان نفهم. احنا قلنا من شويه احمد اطول من عمر. هقولها ازاي؟ اقول لك احمد is، الصفه عندنا ايه؟ اطول، اللي هي tall. احنا هنضيف لها er زي ما قلنا، فتبقى احمد is taller than عمر. احمد is taller than عمر. عملنا ايه؟ ضفنا الصفه القصيره اللي هي tall، وبعد كده er، وبعد كده then، وكملنا الجملة عادي. طيب ناخد مثال تاني. عايز اقول مثلا عمر اقصر من احمد. هقولها ازاي؟ هقول عمر is اقصر يعني ايه؟ short، هنضيف لها er فتبقى shorter. عمر is shorter than احمد. تمام، برضه حطينا short الصفة و er و then. طيب كويس جدا. طيب عايز اقول لك كم ملحوظة كده على اضافة er للصفة. اول حاجة عندنا لو الصفة بتنتهي ب e هنضيف r فقط، مش هنضيف e تانية. زي ايه؟ زي nice اللي هي لطيف. عايز اقول nicer تنتهي ب E هضيف R فقط، مش هضيف ER. تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة معانا عندنا لو الصفة بتنتهي بكونسوننت، كونسوننت معناها اللي هو صوت ساكن، يعني الحروف الساكنة زي ما احنا عارفينها كلنا، وقبل الكونسوننت فاول اللي هو صوت متحرك. بنعمل ايه قبل ما نضيف الاي ار؟ بضاعف الكونسوننت، بضاعف الحرف الساكن واحط بعد كده اي ار. طيب يا مستر مثال معلش مش فاهم. طيب عندنا صفة زي كلمة او صفة big معناها كبير. طيب هنا بي اي جي بتنتهي بجي، الجي ده كونسوننت ولا فاول؟ ساكن ولا متحرك؟ ساكن طبعا، كونسوننت. طيب وقبليه اي، الاي ده فاول ولا كونسوننت؟ فاول. القاعده بتقول لنا لو بتنتهي بكونسوننت ساكن وقبليه فاول متحرك، وهنا فعلا الجي ساكن وقبليه متحرك اللي هو الاي، هنعمل ايه؟ هنضاعف الحرف الاخير وهنضيف اي ار فتبقى بيجر، بي اي جي جي اي ار. عندنا برضو هوت اللي هي معناها ساخن، عايز اقول اسخن فتبقى هوتر، بتنتهي بتي وقبل التي او، بتنتهي بساكن وقبليها متحرك، فاذا هنقول ايه؟ hotter h o t t e r. تمام، طيب كويس جدا. برضو مثال لما اجي اقول لك اسوان is hotter than Cairo. اسوان is hotter than Cairo. اسوان اسخن او احر من القاهره. طيب حلو جدا كده. فاضل حاجه كمان وهي الصفات اللي بتنتهي بحرف الواي وقبل الواي كونسوننت. الصفات اللي بتنتهي بحرف الواي وقبل الواي كونسوننت. يعني ايه قبل الواي كونسوننت؟ زي ما قلنا من شويه قبليها ساكن. زي ايه مثلا؟ زي easy. ايزي دي بتنتهي بواي وقبل الواي اس، الاس ده ايه؟ ساكن. طيب هنا القاعده بتقول ايه؟ القاعده هنا بنقول بنشيل الواي ونحط اي اي ار، بنشيل الواي ونحط اي ار. طيب ازاي؟ اما اجي اقول ايزي هتبقى easier، هنا بتنطبق عليها القاعده بتنتهي بواي وقبليها كونسوننت، فهنشيل الواي ونحط اي اي ار زي ما انت شايف قدامك بالظبط. طيب كويس جدا كده. مفيش اي ملحوظات تانية على اضافه اي ار للصفه، وعرفنا ازاي نستخدم الصفات القصيره في المقارنه ما بين شخصين او شيئين. خلي بالكوا احنا كل ده في الصفات القصيره، وتعلمنا ازاي نقارن ما بين حاجتين او شيئين في استخدام الصفات القصيره. طيب لو هستخدم الصفات الطويله هعمل ايه؟ احنا الاول ايه هي الصفات الطويله؟ هي الصفات اللي اكتر من مقطع. زي ايه؟ زي ما اقول لك beautiful، beautiful دي اكتر من مقطع. زي ما اقول لك difficult صعب اكتر من مقطع. expensive غالي. اي صفه اكتر من مقطع دي صفه طويله، وليها طريقه مختلفه غير الصفه القصيره عند استخدام المقارنه. طيب ازاي؟ طيب القاعدة عندنا ان احنا بنحط more او less، more او less. more لو عايز اقوي الصفة، و less لو عايز اضعفها او اقللها، وبعد كده الصفة الطويلة، وبعد كده then. يبقى كده قلنا يا شباب بنضيف more او less، بنضيف more او less. more لو عايز اقوي الصفة، less لو عايز اضعف الصفة او اقللها. وبعد كده long adjective الصفة الطويلة، بعد كده then. لكن هنا مش بنضيف er ولا اي حاجة. طيب ناخد مثال. صفة beautiful، beautiful دي صفة طويلة صح زي ما قلنا. طيب هنستخدمها ازاي؟ عايز اقول مثلا ندى is more أو less على حسب أنت عايز تقول إيه. beautiful وبعد كده then إسراء. يبقى هنقول ندى is more أو less على حسب، لو عايز تقول أكثر جمالا هتقول more، لو أقل جمالا هتقول less. beautiful then إسراء. تمام. طيب سهل جدا ما فيهاش أي حاجة. ده احنا كده خلصنا الصفات إيه؟ طويلة والقصيرة في المقارنة. ندخل دلوقتي على التفضيل. التفضيل يعني ايه بقى؟ يعني انت بتقارن واحد بمجموعة او واحد بعدد كبير وبتقول ان ده احسن واحد فيهم او العكس. تمام، يبقى احنا هنا مش بتقارن واحد وواحد، لا بتقارن واحد بمجموعة. يعني مثلا لما اقول لك بقارن طالب بالفصل كله، تمام،
يبقى هنا بقارن واحد ايه بجروب كبير او بمجموعه كبيره او بالفصل كله. طيب عندنا هنا برضو هنقسم الصفات لصفات طويله وصفات قصيره. الصفات القصيره زي ما قلنا هي صفات ذات المقطع الواحد one syllable. طيب بنعمل ايه في القاعده دي؟ عندنا هنا كل اللي عليك هتعمله هتضيف ذا قبل الصفه واي اس تي بعد الصفه، ده في الصفات القصيره. طيب ناخد مثال كده عشان نشوف. عايز اقول احمد اطول واحد في الفصل او اطول طالب في الفصل، هقولها ازاي؟ هقول احمد is، احنا قلنا هنضيف ذا قبل الصفة القصيرة هتبقى ذا. احمد is ذا. طويل يعني ايه؟ tall، نحط tall ونضيف لها est. احمد is the tallest boy او student in the class. احمد اطول ولد او اطول طالب في الفصل. احمد is the tallest boy in the class. تمام؟ يبقى تاني حطينا ذا قبل الصفة والصفة القصيرة واي اس تي وكملنا الجملة عادي. تمام يا شباب؟ طيب عايز اقول مثلا شادي اقصر ولد في الفصل او اقصر طالب في الفصل، اقول شادي is the shortest boy or student in the class. هي بالظبط. طيب حلو جدا لحد كده. برضو نفس الملحوظات اللي قلتها لكم على الصفات القصيرة في التفضيل او الكمباراتيف هي في السوبرلاتيف اللي هي عند اضافة ER، هي اللي هنستخدمها عند اضافة EST. اول حاجة زي ما قلنا لو الصفة بتنتهي ب R على طول، هنا هنضيف ST على طول من غير EST، يعني هنحط ST على طول. طيب زي ايه؟ زي نايس لما خدنا من شويه بتنتهي بايه هتبقى النايسست. اوكي، الالطف. وبرده الصفه لو بتنتهي بكونسوننت يعني حرف ساكن وقبليه حرف متحرك هنعمل ايه؟ هنضاعف الحرف الساكن ونضيف EST. زي big هتبقى biggest، زي big هتبقى biggest. ضفنا جي تانية وحطينا EST. اخر ملحوظه لو الصفه بتنتهي بواي وقبل الواي كونسوننت وعايزين نجيب صيغه التفضيل هنعمل ايه؟ هنشيل الواي ونحط IEST. زي ايه مثلا؟ زي noisy اللي هي مزعج بتنتهي بواي وقبل الواي consonant هتبقى noisiest الأكثر إزعاجا. شلنا الواي وحطينا IEST. easy برضو بتنتهي بواي وقبل الواي consonant هنشيل الواي ونحط IEST. تمام؟ easiest. طيب كده برضو نفس الملحوظات خدناها من شوية هي. طيب كويس جدا. دلوقتي ندخل في long adjective لو بنستخدم superlative اللي هي التفضيل. long adjective الصفات الطويلة بستخدمها ازاي مع التفضيل؟ طيب بسيطة جدا وسهلة. احنا قلنا من شوية مع الصفات القصيرة هنعمل ايه؟ هنحط ذا والصفة EST. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ هنحط the most او the least. the most او the least. طيب امتى دي وامتى دي؟ يبقى the most لو عايز اقوي الصفة وthe least لو عايز اضعف او اقلل الصفة. the most لو عايز اقوي الصفة the least لو عايز اضعف او اقلل الصفة. وبعد كده الصفة الطويلة. تمام؟ the most او the least وبعد كده الصفة الطويلة. بس كده مفيش اي حاجة تانية. زي ايه يا شباب؟ مثلا لما اقول لك she is the most or the least على حسب ما انت عايز تقول الاكثر او الاقل beautiful girl in the class. هي اجمل بنت في الفصل. اقولها ازاي؟ she is the most beautiful girl in the class. she is the most beautiful girl in the class. لو عايز تقلل الصفة تقول the least. طيب كويس جدا لحد كده. احنا يعتبر لحد كده خلصنا اكتر من 50% من شرح الدرس. كل اللي جاي هو ملاحظات مهمة هقول لك عليها علشان تعرف تحل كويس. طيب اول حاجة، اول ملاحظة عايز اقول لك عليها في الصفات القصيرة لما نيجي نقارن، احنا قلنا لما بنضيف ER معناها احنا بنقوي الصفة. يعني بنقول مثلا احمد is taller than يبقى احمد اطول. طيب لو عايز اقول اقل طولا هعمل ايه؟ ده في الصفات القصيرة هنحط less وتول هنشيل هنا الاي ار فيبقى احمد is less tall than عمر او اي حد. هنا اقل طولا من عمر. تمام؟ لان احنا ما ضايفين اي ار في الاصل هي دي معناها ان هو اطول. طب عايز اقول اقل طولا هنضيف less ونشيل هنا الاي ار. ولكن في الصفات الطويله زي ما قلنا بنضيف more او less. تمام؟ زي ما اتفقنا. طيب تاني ملحوظه معانا لو عايز اقوي او اضعف الصفه اللي انا بستخدمها في المقارنه هعمل ايه؟ عندنا في حاجات بستخدمها قبل الصفة عشان تبين. يعني أنا مثلا جيت قلت لك عمر أقصر من كريم، فعايز أقول مثلا افرض هو أقصر يعني كلمة أقصر دي مفتوحة بالنسبة لي، ممكن يبقى أقصر بحبة كتير بحبة صغيرين. عايز أوضح أكتر هعمل إيه؟ فهنا في حاجات بتوضح. يعني أنا عايز أقول هو أقصر بحبة كتير هقول إيه؟ ممكن أستخدم a lot أو even much أو far. كل دي حاجات بستخدمها قبل الصفة علشان أبين إن المقارنة حاجة كبيرة. زي ما أقول لك مثلا عمر is much shorter than كريم. عمر is much shorter than كريم. حطيت much قبل الصفة هنا معناها إن هو أقصر كتير من كريم. يبقى هنا قوينا الصفة. طيب لو عايز أقلل الصفة هقولها إزاي؟ عندك برضو حاجات بتستخدمها
قبل الصفة عشان تقلل. ممكن تستخدم a little, a bit, slightly. كل الحاجات دي زي اللي انا كاتبها لك هنا دي بستخدمها قبل الصفة عشان اقلل او اضعف الصفة. طيب ندخل على الملحوظة اللي بعد كده، وهي الضمير اللي بيجي بعد then. ممكن يجي ضمير فاعل او ضمير مفعول. ضمير فاعل زي ايه؟ زي I, you, he, she, it, we, they. وضمير مفعول زي me, you, her, them, us. كل ده. طيب امتى بيجي ده وامتى بيجي ده؟ قاعدة بتقول لك يا سيدي لو جه بعد then فعل فهنستخدم ضمير فاعل، لو ما جاش يبقى ضمير مفعول. طيب مثال عشان نفهم، ممكن اقول لك احمد is taller than I am. احمد is taller than I am. في هنا am، تمام، فحطيت I am ضمير فاعل. طيب لو عايز اقول لك نفس الجملة ممكن اقول لك احمد is taller than me. استخدمت هنا ضمير مفعول لان مفيش بعديها فعل. تمام، نركز في الحتة دي. لو في فعل يبقى نحط ضمير فاعل، لو مفيش هنحط ضمير مفعول. برضو ملحوظة كمان معانا، وهي ان انت ممكن تستخدم ذا قبل صفة المقارنة. ذا قبل صفة المقارنة يا مستر ازاي الكلام ده؟ مش انت قلت لنا ذا قبل صفة التفضيل؟ بالظبط، ولكن هنا في الحالة دي ممكن تستخدم ذا قبل صفة المقارنة لو جه بعديها of وكانت تشير لطرفين. يعني ايه؟ عايز اقول مثلا he is the shorter of the two brothers. he is the shorter of the two brothers. عملت ايه هنا؟ حطيت he is عادي وذا قبل صفة المقارنة، بعدين shorter بعديها of the two brothers. تمام، يبقى هنا قلنا بنحط ذا قبل صفة المقارنة لو جه بعديها of وبعد كده طرفين. الجملة هنا معناها هو الأقصر في إخواته. he is the shorter of the two brothers. he is the shorter of the two brothers. اوكي يا شباب، ندخل بقى على بعض الملاحظات على صفات التفضيل. طيب احنا قلنا عشان نعمل صفات التفضيل بنحط لو صفة قصيرة ذا والصفة و est. طيب حلو جدا. في حالات بقى ما نقدرش نحط فيها ذا، زي ايه؟ اول حاجة مع الاعداد الترتيبية. يعني ايه مع الاعداد الترتيبية؟ لما اقول لك مثلا the first, the second, the third، الاول، التاني، التالت. ايه تاني؟ مع صفات الملكية ومع اس الملكية. مع صفات الملكية ومع اس الملكية. طيب واحدة واحدة كده ناخد امثلة ونفهم. لما نقول مثلا Cairo is the first largest city in Egypt. Cairo is the first largest city in Egypt. القاهرة هي المدينة الأولى كبرى في مصر. عملت إيه؟ قلت Cairo is وبعد كده الرقم الترتيبي the first the second أي حاجة وبعد كده الصفة مضاف لها est. خلي بالك ذا هنا جت قبل الرقم الترتيبي. تمام يا شباب، بعد كده بكمل الجملة عادي. طيب إيه تاني مع صفات الملكية أو اس الملكية؟ برضو ما بستخدمش ذا. زي إيه؟ زي مثلا لما أقول لك our biggest challenge is time management. our biggest challenge is time management. يعني التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو إدارة الوقت. عملت إيه هنا؟ في هنا our دي إيه؟ our دي صفة ملكية جه بعديها our biggest، ما استخدمتش ذا. our biggest challenge التحدي الأكبر لينا كذا كذا وأكمل الجملة عادي. تمام. طيب بستخدمها ازاي مع اس الملكية؟ لما اجي اقول لك مثلا that was Ahmed's happiest moment. that was Ahmed's happiest moment. عملت ايه؟ that was عادي دي كانت أحمد وفي اس الملكية happiest moment. دي كانت أسعد لحظة عند أحمد. تمام، يبقى that was أحمد في اس ملكية وجت بعديها happiest من غير ذا. تمام يا شباب، يبقى قلنا ولا مع الأعداد الترتيبية ولا مع اس الملكية ولا مع صفات الملكية بنحط ذا قبل الصفة في التفضيل. ملحوظة كمان معانا برضه، أنا عارف إن الدرس ده فيه ملحوظات كتير بس معلش هو بسيط، بس هو كم ملحوظة كده وخلاص. طيب عندنا أما بنيجي بعد صفات التفضيل ممكن نستخدم ان وممكن نستخدم of. ممكن نستخدم ان وممكن نستخدم of. ان بستخدمها مع المفرد و of بستخدمها مع الجمع. طيب ازاي؟ خلينا نشوف. عايز أقول he is the best player in the team. team هنا فريق يعني مفرد. he is the best player in the team هو أفضل لاعب في الفريق. فقلت he is the best هو الأفضل player لاعب. ها in ولا of؟ احنا قلنا team مفرد فتبقى in the team فاستخدمنا in. he is the shortest of his brothers. he is the shortest of his brothers. استخدمت هنا ايه؟ استخدمت of. ليه؟ عشان brothers جمع. فلكن الأولانية ما كانت team مفرد استخدمت in. يبقى in لو بعديها مفرد و of لو بعديها جمع. طيب فاضل حاجة بسيطة جدا بخصوص صفات المقارنة والتفضيل، وهي ال irregular adjectives اللي هي الصفات الشاذة. يعني ايه الصفات الشاذة يا مستر؟ دي صفات ولا بيضاف لها er ولا est ولكن بتحفظ كما هي. زي ايه مثلا؟ انا طبعا هكتبهم لك هنا تبقى عارفهم كلهم ولازم دول تحفظهم، دول ملهمش قاعدة. زي مثلا bad اللي هي سيء فتبقى worse أسوأ، the worst الأسوأ. طيب good جيد تبقى better أفضل،
the best الأفضل، many أو much أو a lot of هتبقى إيه؟ هتبقى more، وبعد كده مع التفضيل هتبقى the most. تمام؟ أنا كاتبهم لك هنا، لازم تحفظهم كويس جدا. طيب يا شباب، لو وصلتوا معايا للنقطة دي يبقى انتوا كده عايش قوي وأبطال وزي الفل. وفاضل حاجة بسيطة صغيرة خالص إن شاء الله مش هنطول فيها أبدا. احنا خدنا كده صفات المقارنة والتفضيل، وازاي تقارن شخصين أو شيئين ببعض، وازاي تقول إن ده أحسن من ده أو ده الأحسن في كل دول، وتعلمنا ازاي نستخدم كل ده. طيب دلوقتي عايزين نعرف التساوي. يعني إيه التساوي؟ يعني عايز أقول شخصين أو حاجتين متساويين في نفس الصفة. يعني مثلا أحمد نفس طول علي. تمام؟ اقولها ازاي؟ طيب سهله جدا وبسيطه، ركز معايا. كل اللي عليك هتعمله هتحط as والصفه وas بس كده. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. طيب خلينا نشوف مثال عشان الامثله دي هي اللي بتوضح. هقول مثلا احمد is as tall as علي. احمد يعني ايه الكلام ده؟ يعني احمد مساوي في الطول لعلي. ممكن برضه اقول محمد is as old as علي. يعني محمد في نفس عمر علي. تمام؟ يبقى تاني قلنا as والصفة وas. طيب حلو، يبقى كده بنستخدمها عشان نقول ان الصفتين او الشخصين او الحاجتين دول متساويين في الصفة. طيب لو عايز اقول مش متساويين او انفيها هنعمل ايه؟ نفس الكلام بس هحط not، ولكن هنا في حاجة بس صغيرة. هنا بقى اما نيجي ننفي او نقول ان هم مش متساويين هنقول ايه؟ is not as او so والصفة وas. تاني is not وas او so والصفة وas. وخلي بالك هنا استخدمنا، ممكن نستخدم so مكان as في النفي فقط. يعني ما ينفعش لما تيجي تقول الصفتين متساويين نستخدم so في الإثبات، لا هنا في النفي فقط. يعني لما تيجي تقول دول مش متساويين يا إما as يا إما so وبعد كده الصفة وبعد كده as. طيب نشوف برضو مثال. أما أجي أقول لك مثلا أدهم is not as أو so tall as أحمد. أدهم مش في نفس طول أحمد. تمام؟ عملنا إيه؟ حطينا أدهم is ونوت وas أو so بعد كده الصفة وبعد كده الطرف التاني. طيب يا شباب، زي ما عندنا في العربي ان انت ممكن تقول الجملة بكذا طريقة وتديك نفس المعنى، برضو في الانجليزي نفس الموضوع موجود. زي ما قلنا ازاي نعبر ان الشخصين متساويين في نفس الصفة، في طريقة تانية برضو ممكن استخدمها، وهي ايه؟ ان انا هقول مثلا the same واسم الصفة. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. في حاجة عندنا اسمها اسم الصفة. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اجي اقول لك اطول، هنا اسم الصفة ايه؟ الطول. مثلا اكبر من، هنا اسم الصفة العمر. نفس الكلام في الانجليزي، عندنا حاجة اسمها اسم الصفة نفسها. طيب وبرضه هكتبهم لك هنا عشان تحفظهم وتذاكرهم، ولازم يتحفظوا كويس جدا. دي اسمها اسم الصفة. يعني لما اقول لك big او small، انا هنا بتكلم في ايه؟ في الحجم اللي هو size. وما اقول لك long اللي هو ايه؟ طويل، فانا بتكلم عن length اللي هو الطول. خلي بالك دي غير tall التانية دي انت كده بتقيس الطول كده، لكن long انت بتقيس الطول كده. تمام يا شباب؟ طيب deep اللي هو عميق، فالاسم بتاعها هيبقى depth. far أو near اللي هو مثلا بعيد أو قريب، دي المسافة اللي هي distance. tall أو high هنا الارتفاع اللي هو هيبقى height. تمام يا شباب؟ دول تحفظهم زي ما هما، دي أسماء الصفات. طيب أسماء الصفات دي أما نيجي نستخدمها برضو بنفس الطريقة عشان نعبر عن إن الصفتين زي بعض أو متساويين في الصفة. طيب هقولها إزاي؟ هقول مثلا أحمد is the same، عايز أقول نفس الطول. مش هنستخدم tall بقى، هنستخدم اسم الصفة اللي هي إيه؟ height. يبقى أقول أحمد is the same height، بعد كده أكمل الجملة وأقول as علي مثلا. هنا عملت إيه؟ حطيت أحمد is و the same واسم الصفة وas وبقيت الجملة أو الطرف التاني زي ما قلنا من شوية. أحمد is the same height as علي. تمام؟ طب عايز أقول الاتنين مثلا نفس العمر، هقول إيه؟ مثلا ندى is the same، العمر اللي هي إيه؟ age. ندى is the same age as إسراء مثلا. تمام يا شباب؟ كويس جدا لحد كده. فاضل كده يا حبايبي كم ملحوظه صغيره خالص ونبقى خلصنا شرح يونت 2 بالكامل. طيب ركز معايا. طيب يا شباب، زي ما احنا اتعلمنا ان احنا في المقارنه بنعمل ايه؟ بنحط الصفه er within، او لو الصفه طويله بنحط more والصفه within. طيب في ملحوظه عايز اقول لك عليها، وهي ممكن ان احنا نشيل زين ما نستخدمهاش في حاله معينه. طيب ايه هي الحاله دي؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا كريم is taller than علي، كريم اطول من علي، دي جمله زي ما احنا اتعلمنا ما فيهاش اي حاجه. لكن هو ممكن اقول لك هنا علي is tall but كريم is taller. علي طويل ولكن كريم أطول منه. علي طويل ولكن كريم أطول منه. أنا استخدمت هنا taller في الآخر من غير than. هنا بيدينا نفس المعنى، لازم برضو النقطة دي تبقى عارفها. طيب عندنا إيه تاني؟ طيب يا شباب، فاضل بعد كده معانا قاعدة كلما.
يعني ايه كلما؟ دي بستخدمها لما اجي اربط بين شيئين بعلاقة طردية او سببية. يعني لو حاجة زادت التانية هتزيد، لو حاجة قلت التانية هتقل. زي ما اقول لك مثلا لو ذاكرت كويس هتجيب درجات عالية، مربوطين ببعض، علاقة طردية. هذاكر كويس او هذاكر كتير هجيب درجات كتير. تمام يا شباب؟ دي اسمها كلما او علاقة سببية ما بين الحدثين. طيب دي بنستخدمها ازاي وايه علاقتها بالمقارنات او الصفات؟ خليني اقول لك مثال او جمله هيسهل لك كل حاجه، هيوضح لك الغرض من دراستها. لما اجي اقول لك the harder you work the more you achieve. the harder you work the more you achieve. عملت ايه هنا؟ حطيت the harder اللي هو ايه؟ صفه hard اللي هو ايه؟ جد او اجتهاد. the harder كلما ايه اشتغلت بجد the more you achieve كل ما هتحقق اكتر. يبقى انا ربطت حاجتين ببعض، علاقه طرديه او سببيه. هتشتغل اكتر بجد هتلاقي اكتر او هتحقق اكتر. تمام يا شباب؟ طيب هنا استخدمنا في الاول زي ما قلنا صفه مقارنه، ضفنا لها اي ار. تمام. وبعد كده the more وهنا برضو مقارنه. ممكن برضو اقول لك the more you practice the better you become. the more you practice the better you become. يعني ايه؟ كلما تدربت اكتر هيصبح مستواك احسن. يبقى هنا استخدمنا cause and effect يعني السبب والنتيجة. الجملة الأولانية سبب والجملة الثانية النتيجة. طيب واستخدمنا في أول جملة مقارنة وفي الثانية برضو مقارنة. وخلي بالك في أول جملة بيجي بعدها subject وفعل، والثانية برضو subject وفعل. يعني لما جيت من شوية قلت لك the harder you work the harder جه بعديها you work subject you والفعل work. بعد كده الجملة الثانية the more المقارنة you achieve. you هنا السبجكت الفاعل وachieve الفعل. يبقى هنا بيجي بعد صفة المقارنة subject وفعل، والناحية التانية برضو بعد صفة المقارنة subject وفعل. تمام يا شباب؟ طيب ركز معايا برضو في الملحوظتين اللي جايين دول عشان نبقى خلصنا كل حاجة وما سيبناش أي حاجة. طيب لو جيت كده قلت لك بصيغة التفضيل وقلت لك The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. نهر النيل هو أطول نهر في العالم. نهر النيل هو أطول نهر في العالم. مش أنا ممكن بالعربي أقول لك مفيش نهر في العالم مساوي لطول نهر النيل؟ اديتنا نفس المعنى ولا لا؟ برضه نفس الكلام في الإنجليزي. طيب هقول إيه؟ يعني أنا قلت The Nile is the longest river in the world. نهر النيل هو أطول نهر في العالم. ممكن أقولها بطريقة تانية أقول No river in the world is as long as the Nile. No river in the world مفيش نهر في العالم is as long as the Nile. مفيش نهر في العالم مساوي للطول لنهر النيل. نفس المعنى. فإذا نستنتج من الكلام ده صفة التفضيل بتساوي أو بتدينا نفس معنى no وبعد كده التساوي. احنا قلنا التساوي اللي هو as والصفة وas. تمام. ممكن برضه يا شباب اقول لك she is the most beautiful girl I have ever seen. يعني دي اجمل بنت انا شفتها في حياتي. she is the most beautiful girl I have ever seen. تمام. برضه استخدمت هنا ايه؟ the most beautiful girl يعني هنا صيغة تفضيل. ممكن اقولها بطريقة تانية اقول مثلا I have never seen such a beautiful girl like ايه؟ like her. انا ما شفتش بنت جميلة زيها. خد بالك انت لو ترجمت الجملة هتلاقي كله نفس المعنى. ممكن برضه اقول حاجة كمان تديني نفس المعنى. اقول I have never seen لان عمري ما شفت a girl بنت as beautiful as her. انا ما شفتش بنت في جمالها. I have never seen انا ما شفتش a girl بنت as beautiful as her مساوية للجمال ليها. استخدمت هنا ايه؟ استخدمت as و as عشان انا بقول انا ما شفتش بنت في جمالها. تمام. يبقى كده قلنا الجملة الأساسية she is the most beautiful girl I have ever seen. دي أجمل بنت أنا شفتها. ممكن أقول I have ever seen such a beautiful girl. أنا ما شفتش بنت جميلة زيها. أو ممكن أقول I have never seen a girl as beautiful as her. تمام يا شباب؟ أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان تعرف إن كل ده مساوي للمعنى. عشان لو جاب لك تريكات من دي تبقى عارف أنت هتفهم الجملة وتترجمها وتعرف إن هو نفس المعنى. يعني مثلا لو جيت قلت لك عمرو is the cleverest student in the class. عمرو is the cleverest student in the class. عمرو أذكى طالب في الفصل. عايزك بقى تقول لي نفس المعنى باستخدام as و as. طيب هنقولها ازاي؟ هنقول no student in the class is as clever as عمرو. تاني هنقول no student in the class is as clever as him أو عمرو. معناها ايه؟ ان مفيش طالب في الفصل ذكي زي عمرو. نفس المعنى لما قلنا عمرو is the cleverest student in the class. تمام يا شباب؟ فهمنا كده؟ طيب انا بقول لك الصيغه دي علشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، عشان لو جات لك حاجه من دي ما تتلخبطش. اعرف ان هو كله نفس المعنى، ولكن محتاج تفهم الجمله وتقراها واحده واحده وتتدرب عليهم اكتر ونحل كتير.
طيب يا شباب احنا كده بفضل الله خلصنا الجرامر الخاص بيونت 2 بالكامل. انتظروني ان شاء الله في فيديو تاني هنحل عليه كل حاجة، وبرضه انتظروني في فيديوهات جاية هنكمل باقي المنهج. وطبعا الفترة اللي فاتت انا ما كنتش منتظم في تنزيل الفيديوهات، معلش ان شاء الله هنلتزم ان شاء الله بفترة جاية بتنزيل الفيديوهات باستمرار. محتاج منك تعمل لايك للفيديو وتشيره عشان كل زمايلك يستفادوا، ومتنساش تعمل اشتراك للقناة علشان تتابع الفيديوهات الجاية كلها. اشوفكم بخير دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.